صباح الفل. في الفيديو اللي فات حكيت لكم قصتي مع عربية الملكة دينا المرسيدس الاس اي 380، وقلت لكم ان القصة اللي جاية هتكون مع عربية عادل ادهم اللي كان بيصور بيها في فيلم شارع الشريفة دينا. شارع الشريفة دينا في المعادي كان لوكيشن هايل للتصوير، لان كان فيه قصر الملكة دينا، وكمان العمارات اللي حواليه كانت عمارات جميلة وهادية، فكان فعلا لوكيشن هايل للتصوير. خليني بقى احكي لكم قصة من جوه العربية لان الجو برد جدا. يلا بينا. تقفل باب التسلا، مجرد بس تدوس على دواسة الفرامل الباب يقفل اوتوماتيكلي. حاجة مريحة جدا بصراحة. يلا بينا يلا بينا. خليني بقى احكي لكم قصة الفيلم، بس خليني اشغل الاوتو بايلوت عشان ابقى مركز معاكم كده في القصة. دي ميزة بقى التكنولوجي، تشغل اوتو بايلوت تبقى انت ماشي براحتك، متبقاش مركز قوي مع الطريق. مية مية. خليني بقى احكي لكم قصتي مع عربية عادل ادهم اللي كان بيصور بيها فيلم أريد حبا وحنانا. الفيلم ده انتاج سنة 78، وكان وقتها انا عندي حوالي 9 سنين. واحنا راجعين بقى من المدرسة بالعربية انا وبابايا، فعلى ناصية الشارع بتاعنا لقينا تجمع كده وبيصوروا فيلم، وعربيات بقى في منتهى الجمال بتتصور مع الفيلم ده. فانا قلت لبابايا انا عايز اتصور مع العربيات الجميلة اللي واقفة دي. والدي الله يرحمه كان راجل فنان وكان بيحب جدا التصوير، فكان طول الوقت عنده كاميرا فيها فيلم وجاهزه يصور بيها في اي وقت. فقال لي خلاص تعالى هطلع اجيب الكاميرا من البيت وتعالى اصورك مع العربيه. المهم جاب الكاميرا ونزلنا عشان نبص على العربيات الجميله اللي واقفه على الناصيه دي. فلقينا مين بقى الممثلين الموجودين؟ الفنان الكبير الرائع عادل ادهم، الفنان الكبير الرائع فريد شوقي، الفنانه الجميله الرائعه ميرفت امين، ومصورين بقى ومخرج وانتاج وشغلانه فيلم كبير قوي. فقلت لبابايا انا عايز اتصور مع العربيات دي، وخصوصا العربيه اللي راكبها عادل ادهم. العربيه اللي كان بيصور بيها عادل ادهم كانت عربيه شيفروليه فيجا، عربيه كوبيه شكلها حلو قوي. فطبعا بالنسبه لي العربيه دي كان لازم اتصور معاها. فوالدي راح للاستاذ عادل ادهم قال له ممكن بس بعد اذنك وائل يتصور معاك؟ فقال له طبعا اهلا وسهلا. فقال لي تعالى يا وائل انت عايز تصور معايا؟ فانا طبعا صغير لسه في السن فمش فاهم اي حاجه، فبمنتهى البراءه قلت له لا انا عايز اتصور مع العربيه. فضحك كده قال لي طب تعالى تصور معايا ومع العربيه في نفس الوقت، مفيش اي مشكله تعالى. المهم اتصورت معاه فعلا، وكانت صوره جميله جدا انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي، بس للاسف الصور دي كلها في مصر فمش عارف اوريها لكم. اتصورت مع عادل ادهم ومع فريد شوقي ومع ميرفت امين، كانت صور جميله جدا بصراحه. كانت الدنيا وقتها هاديه، فالواحد لما يروح يتصور مع حد مفيش اي مشكله، ما كانش بقى الدنيا زحمه زي دلوقتي. فالمهم عادل ادهم اتصور معايا قدام العربيه، وبعدين قال لي انت عارف العربيه دي نوعها ايه؟